اهلا بيكو، يا رب تكونوا بخير. بتعرف تعمل مونتاج بس مش عارف تجيب عملاء ومش عارف تسوق لنفسك ازاي، او لسه حابب تتعلم مونتاج بس مكسل عشان مش عارف تجيب عملاء ازاي؟ انا هقول لك على الطريقه السحريه عشان تجيب عملاء من غير ما تدفع ولا جنيه واحد على التسويق. بس قبل ما نبدا خلينا نعمل لايك وشير، ويلا بينا نبدا. افضل طريقه للتسويق لاي مشروع هي التسويق بالمحتوى. يعني ايه التسويق بالمحتوى؟ عندنا كذا طريقه للتسويق بالمحتوى. اول طريقه هي ان الحاجه اللي انت بتعرف تعملها عرضها للناس بشكل تعليمي مش بشكل دعائي. وانت ببساطه لما تعلم الناس مهاره معينه فاكيد انت محترف في المهاره ديت، وثقه الناس هتزيد فيك جدا، واي حد هيحتاج المهاره ديت هيجي لك انت، وكمان مش هتحتاج تثبت له ان انت بتعرف تعمل المهاره ديت عشان انت اصلا بتعلمها للناس. طيب الطريقه الثانيه هي انك تعرض النتيجه قبل وبعد للناس. الناس بيكون عندها فضول تعرف النتيجه قبل وبعد، ودي الطريقه اللي هنستخدمها عشان نسوق لنفسنا في مهاره المونتاج. يعني مثلا صفحات زي ديت على الانستجرام معتمده على الطريقه دي وجايبه ملايين المشاهدات زي ما انت شايف. طيب هتقول انا اصلا ما عنديش عملاء عشان اعرض شغلي قبل وبعد. هقول لك يا سيدي، اليوتيوب مليان فيديوهات ممكن تعيد مونتاجها وتنزلها على صفحتك، ودي سلسله هنبدا فيها الفتره الجايه ان شاء الله على القناه، وهتكون بعنوان اعاده مونتاج فيديوهات المشاهير، وهيكون في مسابقات ليكوا وحلقات نقد لشغلكم، والناس اللي هتفوز هندعم صفحتها. بس اهم حاجه ندعم السلسله ديت عشان نستمر فيها. يعني بكل بساطه انتوا اللي هتحددوا اللي احنا نستمر في السلسله ديت ولا لا. وفي الفيديو ده خلينا نعرف ازاي نعمل طريقه الفيديوهات اللي هذا بالشكل ده. التطبيق من افضل التطبيقات اللي بتعمل مونتاج لمستخدمي الجوال، بيجمع اغلب مزايا برامج البي سي مثل الكاميرا تراك والكاميرا. بحيث تعرف تعرض فيديوهاتك قبل المونتاج وبعد المونتاج زي الفيديو ده مثلا. ومن الفيديو الجاي هنبدا في سلسله اعاده مونتاج فيديوهات المشاهير باذن الله. ويلا بينا نعرف الطريقه. عشان نعمل فيديو زي ده لازم يكون عندنا 3 عناصر. العنصر الاول اللي هو الفيديو بعد المونتاج، والعنصر الثاني اللي هو الفيديو قبل المونتاج، والعنصر الثالث اللي هو التايم لاين. فهروح على كاب كات وافتح المشروع الخاص بالفيديو اللي انا كنت شغال عليه بالشكل ده. هذا التطبيق من افضل التطبيقات اللي بتعمل مونتاج لمستخدمي الجوال، بيجمع اغلب مزايا برامج البي سي مثل الكاميرا تراك والكاميرا. اول حاجه هستخرج الفيديو من هنا عشان يكون عندي النسخه اللي هي بعد المونتاج بالشكل ده. بعد كده محتاج اخد التايم لاين. طب اخده ازاي؟ بكل بساطه هعمل تسجيل للشاشه، وطبعا انت ممكن تعمل تسجيل للشاشه من الهاتف بتاعك، وطبعا جميع الهواتف دلوقتي بتدعم الميزه ديت. ولو ما عندكش الميزه ديت انت ممكن تنزل اي برنامج من على جوجل بلاي. في برامج كتير بتسجل الشاشه. اكتب بس سكرين ريكورد في البحث او مسجل الشاشه هيطلع لك برامج كتير، كل البرامج بتأدي نفس الوظيفه. وانا عشان بستخدم اللابتوب هصور بالاو بي اس. وللناس اللي بتسال انا شغال على محاكي، ولو عاوزين فيديو عن المحاكي اللي انا بستخدمه اكتب لي في التعليقات. المهم هنبدأ تسجيل للشاشة. بعد كده هنظهر الطبقات من هنا، وبعدين نشغل الفيديو واستنى لما يخلص. هذا التطبيق من افضل التطبيقات اللي بتعمل مونتاج لمستخدمي الجوال، بيجمع اغلب مزايا برامج البي سي مثل الكاميرا تراك والكاميرا وال 3 دي موديل وال 3 دي تكست. تخيلوا انه هذا الفيديو هلا اللي عم تشوفوه قدامكم عمل عن طريق هذا التطبيق. التطبيق مجاني وفي بعض الخواص مدفوعه ومتاح للاندرويد والايفون. وبعدين هوقف تسجيل الشاشة، وبكده يكون عندي الفيديو الخاص بالتايم لاين، وهنعرف ازاي نستخدمه. وبكده انا عندي ال3 عناصر اللي هو الفيديو قبل والفيديو بعد والتايم لاين. بعد كده هطلع وابدأ مشروع جديد. هختار الخلفية اللي انا هشتغل عليها. كل الملحقات اللي انا هستخدمها هتلاقيها في الوصف. مثلا هنختار الخلفية ديت بالشكل ده. بعد كده محتاج اضيف الفيديو الخاص بالتايم لاين اللي انا صورته. هنضغط على اوفرلاي ونضيف الفيديو بالشكل ده. بس هنا انا عاوز الجزء بتاع التايم لاين بس مش الفيديو كله. فبكل بساطة هنروح على أداة الماسك بالشكل ده، وهنختار الماسك المستطيل، وبعدين نكبر الماسك على مقاس التايم لاين بالشكل ده. وبعدين هنسحب الزاوية ديت عشان نخلي الحواف منحنية، هتديني شكل أحلى. بس كده، وبكده عندنا التايم لاين. هذا التطبيق من افضل التطبيقات اللي بتعمل مونتاج لمستخدمي. بعد كده هضيف العنصر التاني اللي هو الفيديو قبل المونتاج. هنضغط على اوفرلاي ونضيف الفيديو بالشكل ده. بعد كده هنروح على بيزك، وبعدين نختار سكيل ونصغر الحجم شوية بالشكل ده. بعد كده انا عاوز اخلي الحواف بتاعة الفيديو ده منحنية مش مربعة بالشكل ده. فهروح على أداة الماسك واختار الماسك المستطيل برضو، واكبر الماسك على مقاس الفيديو. ومن الزاوية ديت هسحبها لفوق شوية بحيث اخلي الحواف منحنية بالشكل ده. بعد كده هضغط على اوفرلاي واضيف العنصر الثالث اللي هو الفيديو بعد المونتاج بالشكل ده.
بعد كده من بيزك اصغر الحجم شوية واخلي حجمه اكبر شوية من الفيديو الاول. هروح على اداة الماسك برضو واختار الماسك المستطيل واكبر الماسك على مقاس الفيديو. واسحب الزاوية لفوق شوية بحيث اخلي الحواف منحنية بالشكل ده. بعد كده محتاج اكتب على الفيديو ده قبل والفيديو ده بعد، فهروح على التكست واضغط على اد تكست واضيف تكست بالشكل ده. هنا هكتب قبل وبعدين اغير الخط زي ما انا عاوز من هنا، وبعدين هروح على انيميشن واختار انيميشن مناسب بالشكل ده، من افضل واكبر التايم لاين الخاص بالتكست ده لاخر الفيديو بالشكل ده. بعد كده هحدد طبقة التكست واعمله دوبليكيت من هنا بحيث اكرره واستخدمه تاني. هسحب الطبقة ديت فوق الفيديو التاني واكتب بعد بالشكل ده. هذا التطبيق من افضل التطبيقات اللي بتعمل مونتاج لمستخدمي الجوال، بيجمع اغلب مزايا. وبرضه عشان يكون الشكل افضل هعمل انيميشن لكل فيديو، فهروح احدد طبقة الفيديو الاول واضغط على انيميشن واختار انيميشن مناسب مثلا ده. هذا التطبيق من افضل. بعد كده هحدد الفيديو التاني واختار برضه انيميشن. هذا التطبيق من افضل. بس كده، وبكده يكون الفيديو جاهز عندي ودي النتيجة النهائية. هذا التطبيق من افضل التطبيقات اللي بتعمل مونتاج لمستخدمي الجوال، بيجمع اغلب مزايا برامج البي سي مثل الكاميرا تراك وال 3 دي موديل وال 3 دي تكست. تخيلوا انه هذا الفيديو هلا اللي عم تشوفوه قدامكم عمل عن طريق هذا التطبيق. التطبيق مجاني وفي بعض الخواص. ودي كانت الطريقة ببساطة ازاي تعرض شغلك في المونتاج. استنوا الفيديوهات الجاية، هنبدأ في سلسلة إعادة مونتاج فيديوهات المشاهير. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وبس كده، في امان الله.